في صمت. هذا ما يحدث داخل ريال مدريد الآن، في صمت تام بدون ضجيج أو صخب. ريال مدريد يبني فريقا للمستقبل، يزرع الرعب في قلوب المنافسين حتى قبل أن تبدأ المعركة. الموسم الجديد بدأ يتحرك، والأخبار القادمة من مدريد تحمل في طياتها الكثير من الإثارة. من غادر؟ من أتى؟ ومن ينتظر توقيع العقد؟ وماذا يخطط له تشابي ألونسو، الرجل الذي سيحمل المشروع الجديد على كتفيه؟ في هذا الفيديو سنكشف لك ما يحدث الآن داخل القلعة البيضاء عبر فقرات. الفقرة الأولى: الرحلة الون. نبدأ باللاعب الأمير الكرواتي مودريتش، وافق على الانتقال لكبير إيطاليا أي سي ميلان بعد ما انتهى عقده مع الريال بعد سنوات الهيمنة الأوروبية مع الملكي. قرر خوض مغامرة جديدة. وكذا عدة لاعبين غادروا النادي كالظهير لوكاس فاسكيز واللاعب فايخو، ونجد احتمالية انتقال رودريجو. حسب مصادر قوية، ريال مدريد لا يعارض بيعه إذا وصله عرض ضخم لا يقل عن 100 مليون يورو، وليفربول الأقرب في الصورة، خاصة بعد بيع لويس دياز إلى بايرن ميونخ. الفقرة الثانية: مشروع تشابي ألونسو بعد نجاحه الخرافي مع باير ليفركوزن. تشابي ألونسو يأتي بعقلية هجومية مرنة تعتمد على الضغط العالي، اللعب المباشر، والسرعة في التحولات. أسلوبه مختلف عن أنشيلوتي، أقرب إلى تيكي تاكا هجومية سريعة لكن مع واقعية مدريدية خالصة. تشابي طلب تقارير مفصلة عن جميع اللاعبين وأبرز أولوياته: ظهير أيمن هجومي، جناح يستطيع اللعب كتسعة ونصف، دعم لمبابي وفينيسيوس، لاعب وسط بمواصفات بوكس تو بوكس ومدافع جديد. والأهم: مشكلة تعويض اللاعب الألماني توني كروس المعتزل الذي ترك فجوة كبيرة في الفريق. الفقرة الثالثة: الصفقات الجديدة رسمية ومحتملة. نبدأ بالصفقات رسمية. دين هويسن، صخرة دفاعية شابة، المشروع الجديد لمجاورة ميليتاو وإسينسيو وروديجير في السنوات القادمة. كاريراس، ظهير أيسر إسباني، مهاري جدا في التقدم بالكرة، خيار إضافي لتخفيف الضغط على ميندي وفران جارسيا. ترينت ألكسندر أرنولد، ريال مدريد أتى بترينت ألكسندر أرنولد بصفقة مجانية، ودفع الريال 10 ملايين يورو لما تبقى من عقده، وأتى به لعب في كأس العالم للأندية، وظهر بأدوار تكتيكية ستكون نافعة للملكي. أسماء أخرى على الطاولة وتعتبر صفقات محتملة: إبراهيم كوناتي، وعناد كل من الريال وليفربول على الصفقة، بحيث الريال لا يريد دفع أكثر من 20 مليون يورو أو المجيء مجانا الصيف القادم. لكن ليفربول يطالب ب50 مليون في لاعب بقي في عقده عام فقط. شتيلر لاعب شتوتجارت هو صفقة أيضا محتملة لتدعيم خط الوسط. الفقرة الرابعة: وضع النادي في السوق. ريال مدريد لا يعاني ماليا، خاصة بعد التتويج الأوروبي الكبير وصفقات المجانية كمبابي وأرنولد. رغم دفع الريال 10 ملايين يورو للريدز، التركيز الآن على تدعيم الفريق بدل أن يعتمد النادي على 11 لاعبا أساسيا. يريدون رفع المستوى إلى 17 لاعبا جاهزا بأي لحظة. نقطة القوة هي أن الفريق شاب وجائع للبطولات، وهذا ما يبحث عنه تشابي داخل أسوار البرنابيو. الفقرة الخامسة: إمكانية التتويج بالألقاب الممكنة. موسم 2025 إلى 2026، ما هي التوقعات في رأيكم؟ الليجا الإسبانية، برشلونة في مرحلة إعادة البناء لكنه فريق شرس، أتلتيكو غير مستقر فنيا رغم الصفقات الجديدة، يعني اللقب بين أيدي مدريد ما لم تحدث مفاجآت. دوري أبطال أوروبا، التتويج بال15 أعاد الهيبة، والآن الفريق أقوى: مبابي، فينيسيوس، بيلينغهام، فالفيردي، تشواميني، كامافينجا. ومع لمسة مدرب ذكي، الحلم بال16 مشروع جدا. ألقاب أخرى: كأس الملك والسوبر المحلي والأوروبي كلها أهداف في المتناول، لكن التحدي الحقيقي هو الحفاظ على النسق العالي طوال الموسم. ريال مدريد لا يصرخ لكنه يجهز قنبلة: المدرب الجديد، الأسماء الشابة، ومشروع متكامل يطبخ بهدوء في الظل. في موسم 2025 إلى 2026، مدريد لا تريد فقط المنافسة بل الهيمنة. فهل نرى جيلا جديدا من الجولاكتيكوس، أم سيقف التاريخ أمام طموح مدريد؟ شاركنا رأيك، لأن القصة بدأت لتوها في النهاية. هل الريال سينجح ويتخطى كل العواقب القادمة في طريقه؟ لا تنسوا الاشتراك بقناتنا والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء.